لما بنيجي نمسك السبحة عشان نستغفر ربنا، للأسف ناس كتير ما بتبقاش عارفة حقيقة هتستغفر ربنا على إيه. إحنا اتكلمنا إن إحنا هنستغفر الاستغفار الواعي، وأنا كنت عملت فيديو عن الموضوع ده قبل كده، إزاي تستغفر ربنا استغفار واعي، وإزاي الحكاية دي بتطور لك شخصيتك. إحنا مش عارفين بجد هنستغفر ربنا على إيه. ناس كتير فاكرة إن مشكلتها بس الوحيدة إنها مثلا النهاردة ما صلتش، في ركعة فاتت منها، أصل في صلاة الظهر أخرتها شوية، في خصلة من شعرها طلعت وهي بتتكلم غصب عنها. هو ده بجد دي كل ذنوبك؟ أنا عارفة إن بقالنا فترة كويسة داخلين مثلا في 20 سنة، مفاهيم الصح والغلط ومفاهيم الحرام والحلال اتغيرت. ما بيبقوش بجد عارفين مفاهيم الحرام والحلال اتغيرت على مدار يعني 15 سنة اللي فاتت، يمكن أكتر من كده 20 سنة. ما عادش عندنا مشكلة خالص إن إحنا ما يبقاش عندنا أمانة. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة خالص. مش هقول بقى ما عندناش أمانة، لا إحنا عدينا عادي جدا لو غشيت، لأن كل اللي جنبي بيعمل كده. مفيش مشكلة، بس ان شاء الله ابقى اتوب، يعني دي مش مشكله. بس اهم حاجه، اهم حاجه ان انا هصلي الركعات مظبوطه، ولما هسلم تسليم صحيح، وابقى القبله في اتجاه يعني ليسار قليلا. لو راحت كده ولا كده الدنيا هتبوظ مني. انا طبعا مش بتكلم ان انت تستهتر بالقبله او بالحاجات دي، انا بتكلم ان في حاجات اهم بكتير جدا المفروض بتركز فيها، وده اللي الناس القديمه كانت بتركز فيه. هي دي الحاجات اللي هتوديك الجنه، الاخلاق. ما هو الاسلام يعني ايه اسلام؟ والأديان السماوية كلها أخلاق، بتعلمك الأخلاق. أي حاجة تانية بقى اللي أنت إزاي هتعمل الأخلاق دي، إزاي هتخش في العادات اللي هي تخليك تعمل الأخلاق دي، دي حاجة تانية. زي الصلاة، زي الذكر، زي القرآن الكريم اللي أنت بتقراه عشان خاطر تفتكر، تفكر نفسك. لكن هي لازم تكون موجودة جواك، وهي بالفعل موجودة. بس أنت دي الفطرة بقى بتاعت ربنا اللي هي بالفعل موجودة جوانا الأخلاق. عشان كده دايما بقرر ان كل واحد جواه شيخ اسمه ضميره. انت مش محتاج لشيخ، احنا محتاجين الشيوخ. وطبعا ده مش تقدير من، يعني مش تقليل من قيمتهم، بس احنا هم يعني تقريبا 10% بس من القرآن او اقل من كده، اللي هو احكام ازاي تصلي، تتوضى ازاي، الحاجات اللي هي زي كده. لكن الشيوخ مش هيعلموك اصلا الاخلاق لو انت ما عندكش. عمرهم ما يقدروا يعلموك. يقول مفيش حاجه اسمها اروح لشيخ اقول له هو الغش حرام ولا حلال. مفيش حاجه اسمها كده. انت من جواك عارف ان الغش حرام، ولو مسلم ولا مش مسلم، لان ربنا في معلومه محدش يعرفها، او بمعنى اصح ان احنا كلنا بننساها، بمعنى اصح بنستهبل يعني. كلنا فينا نفخه من روح الرحمن، كلنا فينا فطره حلوه، كلنا مخلوقين كده، كلنا عارفين الصح من الغلط. ديانتك ايه؟ مسلم ولا مسيحي؟ إيه، حتى لو ملحد، حتى لو كنت كافر، انت كلنا عارفين ومتفقين ان الصدق حرام. كلنا عارفين حاجه زي كده، كلنا عارفين الغش حرام، كلنا عارفين ان انت ما ينفعش تنافقني. الحاجات دي الناس كلها في العالم وفي الكون كله متفقين عليها. الفرق في الاسلام اللي هو منهج، اللي هو هيفكرك بالحاجه زي كده، قصص توريك الناس اللي نضلت عشان خاطر الاخلاق دي، ايه اللي حصل لها بعد كده، وازاي نضلت، وازاي استحملت، وازاي صبرت. حاجات بتثبتك على الاخلاق. الاسلام او المناهج السماويه يعني بتكلم لكل الاديان، بتثبتك على الاخلاق. لكن هي مش هتعلمك الاخلاق، هي مش هتعلمك الاخلاق لانها مفروض موجوده جواك. انت مش محتاج تسال حد، مش هنستهبل. ربنا خلق لك ضميرك عشان ما نتوهش في وسط بعض، عشان ما تروحش تسال شيخ وتقول له هو الغش حرام ولا حلال ويتوهك، او تقول والله اصل هو اللي قال لي. لا، مالكش حجه. جوانا شيخ اسمه ضميرنا، جوانا رجل دين، الاديان بقى كلها جوانا رجل دين يا جماعه اسمه ضميرنا، ربنا خلقه لنا جوانا. فنرجع نفعل، عشان اظبط الكلام، نفعل الفطره دي. تمام. انا ما فيش حاجه اسمها مثلا ان انا دلوقتي هغش فانا كده حلال ولا حرام. مفيش حاجه اسمها مثلا ان انا كده كذاب فده حرام ولا حلال، لا. مفيش حاجه اسمها كده. بنم يبقى ده حرام ولا حلال، مفيش حاجه اسمها كده. ممكن اسال بقى في ايه، في حاجات اللي هي فعلا انا فعلا محتار فيها، اللي هو خلاص فطرتي انا ظبطت فطرتي، بحاول اتقي ربنا على قد ما اقدر، بس هو فعلا الموضوع يلخبط. بس انا حاولت اتقي ربنا على قد ما اقدر، حاولت اقول الصدق على قد ما اقدر، حاولت ابقى عندي امان على قد ما اقدر. يعني احنا ثابتين على الاساسيات دي. فدي اساس، دي الاساسيات بتاعت ان انت لو مش عارف انت تستغفر ربنا على ايه، شوف. لان احنا اصلا عدينا خالص السكه بتاعت اللي احنا يبقى عندنا صدق، او يبقى عندنا امانه. الموضوع ده احنا بقينا بعيد قوي عنه، احنا دلوقتي بقينا كدابين. عادي،
عادي جدا، وهنتوب ان شاء الله قبل ما ننام، قبل ما نموت. دايما بقول قبل ما ننام، معرفش ليه، قبل ما نموت. انا بغش في تجارتي، هتوب ان شاء الله قبل ما اموت. بس اهم حاجه، اهم حاجه ان انا ما سمعتش اغاني. اهم حاجه ان انا الخصله دي دخلتها. طبعا ده مش استهتار بالاحتشام والحاجات دي، بس الفكره العامه ان احنا في اصول في الدين. حتى ربنا يقول لك يعني اتبعوا احسنها، اتبعوا احسنها، ان في مراتب، في حاجات اهم. هي الحاجات دي اللي قامت عليها الحضاره الاسلاميه، هي الحاجات دي اللي عملت ابن سينا، وعملت ابن خلدون، وعملت الناس الكتيره الجامدين بتوع زمان دول، اللي هم كان عندهم كذا موهبه في كذا حاجه، اتقان عمل في كذا حاجه، علم في كذا حاجه. فالناس دي ما كانتش مركزه في التفاهات دي، كانت فاهمه يعني ايه اصول دين. وبعد كده بفكر بقى في الحاجه الثانيه، اخش الحمام بقى برجلي اليمين ولا الشمال، هقول اعوذ بك من خبث الخبائث ولا اعوذ مش عارفه. يعني نقعد بقى ان احنا نقعد نجادل في بعض في اللي هو ايه، في الكلمه، في الحرف. ما احنا بقينا بقى مخنا فاضي. فعشان كده هرجع تاني للناس بتوع زمان. عشان كده تلاقي الناس بتوع زمان هم فعلا لما رمضان لما كان بيخش، هو بس كان ناقصهم اللي هم فعلا يزودوا الحسنات بتاعتهم، لان هم بالفعل بيعملوا، عندهم مبدا اللي هو احنا عارفين ان لازم الواحد يبقى امين. انا عارف ان انا مش امين. حتى بيبقى عندهم حته اللي هو بيبقى عارف ان هو مش امين. مش اللي هو دلوقتي احنا بيبقى عدينا بقى اللي هو لا، انا مش امين، بس انا شايف نفسي ان انا امين الحمد لله، لان الكل بيعمل كده. وانا مالي؟ رامي ضمير على كله. انت تتحاسب لوحدك، ده خبر انت ما تعرفوش، هتنزل لوحدك. هو حاجه حلوه قوي بصراحه، يعني شوف تواضع ربنا سبحانه عز وجل يعني لله المثل الاعلى. انت لما بتروح لوزير بتخش ومعاك ناس كتير، لكن ربنا يحاسبك لوحدك. ده دليل على اهميتك، وفي نفس الوقت ده ضدك برضه، لان انت مالكش حجه انت تقول اصل الشيخ الفلاني قال لي، اصل مش عارفه مين قال لي، اصلا شفت التاجر اللي جنبي. انا مش عارفه مركزه على التجار ليه، بس خد الموضوع ده على كذا حاجه. التاجر اللي جنبي مش بيظبط ميزانه على طول، انا بشوفه بيعمل كده عادي. يعني انا بعاير الميزان بتاعي كل فين وفين. التاجر اللي جنبي البضاعه اللي عنده بتبقى قديمه، ومع ذلك بيبيعها اللي هي ايه، اللي هي بالسعر الجديد. هو بيعمل كده، انا مش عامل كده، انا اخسر نفسي ليه؟ فهو انت بالنسبه لك ما ينفعش يكون بالنسبه لك ضميرك هو الناس اللي حواليك، او ضميرك حاجه نسبيه. لا، مفيش حاجه اسمها ان امانتك حاجه نسبيه. لازم امانتك تبقى وفقا لضميرك انت، لان انت اللي هتتحاسب. كل واحد هيتحاسب على تفكيره وعلى ضميره هو. وتروح بعد كده تعمل بقى نفس الطيب، وتروح اطلع صدقات عشان خاطر انظف الفلوس بتاعتي. لا، يعني الكلام ده اطلع صدقات دي لو انا خلاص متحري الصدق ومتحري الامانه. واقروا يا جماعه سوره المطففين، بدل ما انتم شغالين القران في المحلات بس ما بتسمعوش. مع ان برضو في ايه قرانيه تقول لك ايه، تقول لك لو ذكر القران فاستمعوا اليه وانصتوا. يعني استمعوا وانصتوا. مش انتوا مشغلين وانت عمال تقول هات طن جبنه، هات مش عارفه ايه. اسمعوا القران الكريم، ويا ريت تشغلوا بقى. عايزين التجار يا جماعه يشغلوا سوره المطففين كتير وتقعدوا تسمعوها. شغلوها بقى على طول. فانت ما ينفعش ان انا بعمل كده وفي نفس الوقت لا انا هروح اطهر مالي. الكلام ده انا بكون بتقي ربنا في حاجتي. انا الامانه بحاول ابقى امين على قد ما اقدر، بحاول ادي الناس الحاجه اللي انا زي ما باكل منها بديها للناس. ممكن حاجتي تبقى جوده اعلى مثلا، او ادور على حاجه اغلى فاجيبها لنفسي، بس فكره عامه ان انا بديه لهم ده في جوده ونظيف ومش مغشوش، وهو بابونج يعني بابونج مثلا، نعناع يعني نعناع، ومش محطوط له تراب ولا بايت ولا اي حاجه ولا مقرف ولا معدي عليه فران ولا الحاجات الجميله اللي احنا بنسمع عنها دي. بس ما فيش الضمير ان انا انقي الحاجه دي. عادي، اتعامل مع اللي قدامك هم بني ادمين، اللي بياكلوا دول بني ادمين. مش هقول لك اعتبرهم قرايبك ولا اعتبرهم من عيلتك. الكلام ده بقى يا جماعه مش بتكلم على التجار بس، عمموه على كل حاجه، عمموه على اللبس، عمموه في التجاره، عمموه في الدكاتره، الموظفين. المعامله اللي انت بتعامليها مثلا لاختك وهي جايه، او لاي بني ادمه اعتبريها بني ادمه وهي جايه موقفاها، عاملين لبقيه البشر اللي حواليك. اعتبريهم بشر، واعتبريهم اللي هم عندهم الضغط والسكر والعيان والتعبان واللي عايز يروح واللي جاي لك اصلا مطبق عشان يخلص المصلحه بتاعته. فمش بقول لك استعجلي بعد الشر عليك، يعني اوعي تعملي كده، اوعي تخلصي شغلك بسرعه او تردي على اللي قدامك بسرعه. اوعي ان انت تبطلي تشاوري، اللي هو ما عندكيش لسان طبعا تتكلمي، تقعدي تشاوري تعملي كده او تعملي كده. اوعي تبطلي تكبر. بس الفكره ان انت ما تعذبيش اللي قدامك، ما تعذبوش. يعني مش عارفه تعملي خير ما تعمليش شر، دايما بكرر، ما تعذبوش، خلصيه. اعملي شغلك مش اكتر من شغلك، يعني ما تجاملوش، بس اعملي شغلك. كوني ما وانت قاعده في مكانتك دي، يعني برضو في شغلك ده نوع من انواع حمد ربنا. يعني احمدي ربنا على اللي هو مديكي وظيفه.
ناس كتيره مش لاقيه الوظيفه اللي انت قاعده فيها دي، بتتبطري عليها وقرفانه وزهقانه وعماله تعذبي الناس بيها، مستخدماها لتعذيب الناس. فربنا مديكي نعمه انت يعني ايه للبشر. ربنا مديكي نعمه للبشر، اللي هو اي حد في وظيفته يا جماعه ربنا هو اللي موفقه ليها عشان تخدم الناس، عشان تشوف شغلك. والمفروض يعني كاسلام كاديان سماويه برضو بعمم، انت المفروض بتتقن عملك، ده المفروض. لكن انت بتستخدم شغلانتك دي انت تزهق اللي قدامك، انت فاكر بس هتاخد منها فلوس وتروح. لكن انت ليك وظيفه في الحياه، كل واحد له وظيفه في الحياه. لو احنا مش محتاجين لبعض ما كناش بقينا مختلفين. احنا لو مش محتاجين لبعض ما كناش بقينا مختلفين. اللي انا محتاج ايده، اللي محتاج دماغه، اللي محتاج ذكائه، اللي محتاج اللي هو بيعرف يحسب بسرعه، كلنا محتاجين لبعض. المفروض كنظام كون ربنا مسهل لنا الحكايه ده عشان خاطر نساعد بعض. لكن كل واحد هيقف بدل ما انا محتاج لك الحاجه دي، لا انا هزهقك فيها. يعني وبالعقل بتاعك وكده ربنا الموضوع ده هيعدي عادي كده. كل حاجه بتفيدك هو اللي ربنا هيجازيك عليها خير، وكل حاجه بتضر بيها الناس ربنا هيجازيك بيها شر. بمنتهى البساطه يعني، بلخص لكم الدنيا يعني. سهله. اللي بيأذيك ربنا هو اللي حاطط فيه العقاب. اللي بيأذيك الكذب بيأذيك، صح مش كده؟ النفاق بيأذيك، قله الامانه بتأذيك، او بمعنى صح انعدام الامانه وانعدام الضمير بيأذيك. كل الحاجات اللي بتأذيك دي حرام، سهله. واللي عكسها حلال، الصدق حلال. الحاجات الحلوه دي كلها ربنا هيديك عليها ثواب. وعشان انت بتخدم البشريه وبتخدم، انت كبير قوي، انت اكبر من مكانك ده. انت مش بس موظف، انت مش بس مهندس، انت مش بس مدرس، انت اكبر من كده بكتير عشان انت بتأثر في ناس. احنا كلنا بنأثر في بعض، لا بالسلب لا بالايجاب، لا بحاجه حلوه لا بحاجه وحشه. فعشان كده على الاساس ده هننزل لوحدنا بقى القبر. على الاساس ده ربنا هيدخلك الجنه وهيدخلك النار، على اساس تأثيرك ده. انت اهم بكتير قوي من الشغلانه بتاعتك. ما انت ممكن تكون على فكره بواب، انت بص الناس بتعاملك ازاي، بس بتعمل ايه، بس بتعمل ايه. ممكن بواب، شوفي شغلانه، يعني شغلانه المفروض للاسف عندنا في مصر ملاش التقدير الكبير، وطبعا دي حاجه مش حلوه يعني. بس ممكن واحد شغال حارس عماره او بواب، ومع ذلك بيحاول اللي هو ما يخليش الناس تقع في بعض، او الجيران، اللي هو فكره فر التسد، اللي هو بيخلي الجيران تقع في بعض وبيقعد يجيب كلام من هنا على كلام من هنا. عشان دي للاسف بقت شغلانه البوابين الايام دي. هو بقى فوق الشغلانه بتاعته لا بياخد ذنوب كمان. لكن في ممكن بواب مثلا اللي هو لا يحاول يخلي الناس يقولها لا دي والله بتحبك، لا والله دي بتشكر فيكي، دي والله دي عايزه، بيعمل خير. ايا كان اللي هو بعد كده بيعملوه ازاي، بس هو بيعمل خير، او على الاقل ما بيقفش، ما بيسعاش في ان هو يقع بينهم. فشوفوا ده جزاته عند ربنا ومكانته عند ربنا تبقى عامله ازاي. شوفوا مكانته هتبقى عند ربنا ازاي، اللي هو بالعكس اللي هو ايه، اصلاح ذات البين، عمل ثواب كبير جدا. هو شغلانته في ايه في الدنيا، شغلانته ايه، شغلانته مش احسن حاجه، او الناس بتعامله مش احسن حاجه. فانت كبير قوي عند ربنا ايا كانت شغلانتك عامله ازاي، وربنا حطك فيه عشان تخدم الناس. اعمل كده، اعمل المطلوب منك. او على الاقل لو مش عارف تعمل، برضه هرجع تاني، مش عارف تعمل خير ما تعملش شر، مش عارف تعمل المطلوب منك ما تستخدمش الحاجه دي للاذيه. ما استخدمش وظيفه اللي انا موظفه ديت وبخلص ورق، انا قاعده ازهق اللي قدامي واخلي اللي قدامي يجي له الضغط والسكر، انا برد عليه ببرود ومش عايزه اخلص الورق، وبقول له روح هنا وروح شمال، بدل ما انا مكسله افتح الدرج او ابص فيه ايه. ما كنتش انا مدرس وكل هم ان انا عايزه كل العيال ياخدوا عندي دروس خصوصيه واكرههم في عيشتهم وامص دم اهلهم. مش هتكلم على فكره يبقى عندك ضمير في الشرح ولا لا، بس بتكلم على فكره ايه، ما اعملش شر، ما اعملش شر. شكرا.